السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناة مام لايف ستايل. صباح الفل وصباح التفاؤل. تعالوا فورا نبدأ التنظيف العميق لبيتنا من غير بقى ما نهرب ونقول لنفسنا أعذار كتيرة قوي علشان ما نبدأش. بلاش دلع كده وتعالوا نبدأ دلوقتي. احنا في الصيف والحاجات اللي احنا كنا مأجلينها من الشتاء، وكل شوية نقول مثلا هننضف الشفاط في الصيف، هننضف مثلا التلاجة تنظيف عميق في الصيف، او هننضف بقى الفرن تنظيف عميق كده من جوه ومن بره برضو في الصيف. الصيف جه اساسا واحنا لسه ما بدأناش اي حاجة وما عملناش اي حاجة، وبنفضل طول الوقت نهرب ونقول لنفسنا اعذار كتيرة علشان بس ما نبدأش. مشكلتنا مش في التنظيف نهائي، المشكلة في اول خطوة. كل مرة نقول مثلا هتقومي دلوقتي تعملي، تلاقي دماغك يعني بتشغلك في حاجات كتيرة قوي، وتحسي ان دماغك كده فيها افكار كتيرة منعاكي وبتخليكي تهربي من انك تبدأي التنظيف العميق اللي انت مستنية الصيف علشانه. هنتكلم النهاردة في الفيديو عن فكرتين أساسيتين. أول فكرة هنتكلم عن 6 أعذار بنقولهم لنفسنا بتمنعنا من إننا ناخد أول خطوة ونبدأ التنظيف العميق، وهنتكلم عن إيه أسباب الأعذار دي وإزاي نحلها ونبدأ فعلا في التنظيف. رقم 2 هنتكلم عن 3 خطوات عملية علشان نبدأ فورا ونحس بتحسين في البيت، ونحس إننا بجد بدأنا أول خطوة واشتغلنا. تعالوا فورا نبدأ مع أول فكرة. هنتكلم عن 6 أعذار بنقولهم لنفسنا وبيمنعونا إننا نبدأ، وإيه الأسباب وراء الأعذار دي وإزاي نحلها ونبدأ فعلا في التنظيف البيت. أول عذر عندنا هو إنك دايما بتقولي أنا مش فاضية. بتحس دايما إنك مشتتة ومضغوطة، حتى لو انت مش بتعملي حاجة وقاعدة وخلاص، بس حاسة انك برضو مضغوطة ومشتتة من كتر الافكار اللي في دماغك. حاسة فعلا ان كل الشغل على دماغك وجوه دماغك كمان، ومش عارفة ترتبي اي افكار جواكي. حاسة ان هي دي المشكلة، ان دماغك مش مترتبة، دماغك شايلة المهام على بعضها وملخبطة كل حاجة. عايزة تنظفي التلاجة، عايزة تنظفي الشفاط، عايزة تعملي ضرفة الخزين، ترتبي ادراج التسريحة. كل حاجة في دماغك على بعضها وعايزة تترتب وتتفرز كده وتحددي الاولويات بتاعتها. كمان الشغل العادي اليومي اللي انت عايزه تعمليه خلال اليوم، الحاجات الاساسيه زي مثلا انك هتعملي الغداء، عندك مثلا ميعاد معين، الاولاد لازم مثلا تردي على رساله، هتتصلي بفلانه، واليوم بيخلص ومش بتلحقي تعملي اي حاجه. الحل اولا كده انك محتاجه ترتبي دماغك وتكتبي كل اللي انت عايزاه تعمليه وتنظفيه. التنظيف العميق بقى تكتبيه على الورق، تكتبي كل حاجة من غير تفكير، وبعد كده ترتبي الأفكار دي وترتبيها على حسب الأولويات. وأهم حاجة وانت بتكتبي لازم تكتبي التفاصيل الصغيرة، يعني لازم تكتبي الخطوات الصغيرة في كل غرفة. ما تقوليش عايزة أنظف غرفة النوم، عايزة أنظف كده المطبخ في المطلق. لا، اكتبي كل تفصيلة وكل حاجة عايزة تعمليها جوه المطبخ أو جوه غرفة النوم، وترتبي افكارك بقى وتدخليه مع الشغل اليومي العادي. النهارده مثلا هنظم درج التسريحه مع الشغل بتاعي اليومي العادي. النهارده مثلا هفك الشفاط وانقعه وبكره انضفه، وهكذا. لازم تعملي الموضوع بشكل بسيط وتبسطي كل حاجه على نفسك. تدريجيا هتلاقي الشغل بيتعمل من غير ما تضغطي على وقتك وعلى يومك. اهم حاجه ترتبي اولوياتك وايه المهم تعمليه الاول. العذر بقى رقم 2 اننا بنقول لنفسنا دايما انا مش عارفة ابدأ منين. لما كل حاجة حاسة انها محتاجة تتنظف بتحسي انك لازم تعملي كل حاجة في نفس الوقت. عقلك الباطن بيتصور كده، يعني بيحسسك ان المفروض البيت كله مش نظيف، وحاسة انك عايزة تعملي كل حاجة في نفس الوقت. فده بيخليكي تهربي، بيخلي عقلك الباطن بيهول الموضوع قوي، فبيخليكي تهربي من تنظيف البيت لان حاسس الموضوع كبير قوي عليكي.
الحل انك تختاري نقطة بداية، نقطة بس، يعني معنى كده كلمة نقطة انها حاجة بسيطة جدا، حاجة تخليكي بس تبدأي. اختاري مثلا حاجة بسيطة قوي، يعني مهمة ما تاخدش منك اي وقت، زي درج صغير بسيط مفهوش حاجات كتيرة، فتبدأي بيه. تبدأي مثلا انك تعملي ضرفة صغيرة مثلا في المطبخ ما فيهاش تفاصيل كتيرة، حاجة بسيطة بس تكسري بيها الخوف من البداية، انك بس تبدأي. بعد كده هتتحمسي وتكملي كمان شغل البيت. العذر بقى التالت اللي بنقوله لنفسنا، انضف ليه اساسا ما كده كده هيتكركب تاني. المشكلة دي في كل بيت، دايما حاسة باحباط، حاسة انك لو نضفتي غرفة الاولاد مثلا تنظيف عميق هيكركبوها تاني، وهتحسي انك تعبك كله راح على الفاضي، وتحس دايما انك بتلف في دايره ملهاش اي اخر، حاسه انك كده بتتعبي على الفاضي، والاولاد بيرجعوا يكركبوا كل حاجه بتتكركب مره تانية. الحل بقى انك اول حاجه لازم تشركي الاولاد، احنا في الاجازه ولازم تشركيهم معاكي في تنظيف الغرف، لان ده بيحملهم مسؤوليه انهم بعد كده يحافظوا على نظافتها. طول ما هم متعودين انهم يكركبوا البيت ويبوظوا اي حاجه وانت بتعمليها، فبالتالي خلاص مش هيحسوا بالمسؤوليه تجاه الحاجه دي وهيكركبوها ببساطه جدا. لكن لو حسوا انهم تعبوا في تنظيف الغرفه اكيد هيحافظوا عليها علشان ما يرجعوش يرتبوها تاني. تاني حل للنقطة دي انك تجددي نيتك من الشغل نفسه، انك بتعملي كده ليه، بتنظفي البيت ليه. يعني ما تقوليش مثلا انا بنظف والاولاد بيكركبوا والبيت بيكركب تاني، هتفضلي تفكري في الموضوع ده ومش هتعملي حاجة. لكن لو قلتي لنفسك انا بنظف عشان احس بالراحة النفسية، علشان اطلع الطاقة السلبية اللي عندي وارتب المكان كده واحس اني قاعدة في مكان مريح ومنظم، هتحسي بجد بفرق كبير قوي في التفكير. هتحسي انك بتنظفي مش علشان توصلي النتيجة نهائية، الشكل النهائي بس يبقى نظيف وخلاص، لا، انت بتحسي بطاقة ايجابية وانت شايفة ان البيت بينضف، وانت بتنظفي كده بتحسي بطاقة ايجابية وبتخرجي اي طاقة سلبية او اي ضغط نفسي انت حاسة بيه. كمان جددي النية انك بتنظفي علشان تحافظي على النعم اللي ربنا اديهالك، وانت بتصوني النعم دي بترتيبها وتنظيمها وتنظيفها. العذر الرابع انك بتقولي لنفسك دايما مش حاسه باي طاقه اني ابدا. احيانا بتكوني مثلا نمتي كويس قوي وصحيتي فطرتي برضو كويس قوي، بس حاسه برضو انك تعبانه ومكسله انك تبداي. الطاقة الخلصانة هنا مش طاقة جسدية، دي طاقة نفسية، حاسة ان من كتر ما انت مصعبة الموضوع عليكي ضاغط قوي على اعصابك ومتقلك كده ومش قادرة تبدأي. الحل انك تخففي الموضوع على نفسك وتبسطيه بخطوات بسيطة، زي ما احنا قلنا ان احنا نعمل خطوات بسيطة تسهل علينا الموضوع. وكمان تجددي الطاقة النفسية عندك، انك مثلا تقعدي تشربي حاجة بتحبيها وتشوفي مثلا فيديو حماسي كده عن التنظيف يجدد الطاقة بتاعتك ويحمسك انك تقومي تبدأي. كمان تلبسي لبس مريح وانت بتنظفي علشان تحسي انك كده مرتاحة في اللبس، مش اللبس بيعطلك او بيعوقك عن التنظيف. العذر رقم 5، بتقولي لنفسك انا بخطط وبنظم دماغي بس برضو مش باخد خطوة التنفيذ. الحقيقة انت بتكتبي في دفتر التخطيط وبتجهزي الروتينات بتاعتك، بس لما تيجي بقى تطبقي مفيش، يعني مش عارفة تاخدي خطوة التنفيذ ابدا. والمشكلة انك احيانا وانت بتخططي بتكبري الموضوع قوي في دماغك وبتحسسي نفسك ان الموضوع نفسه كبير عليكي جدا، لانك مخططة بشكل مثالي قوي، وكمان عاملة خطة كده تخلص خلال اسبوعين وضغطة كل المهام عليكي في اسبوعين بس علشان تلحقي تخلصي. وده على فكرة بيصعب الموضوع عليكي اكتر وبيحسسك انك عايزة تهربي ومش عايزة تبدأي ابدا.
الحل انك تحاولي تطبقي اصغر نسخة ممكنة من الخطة اللي انت عاملاها. بلاش تصعبي الموضوع على نفسك، عادي جدا تعملي زي ما قلنا كده، تبسطي الموضوع وتعملي خطة بسيطة بخطوات بسيطة كل يوم خطوة علشان تشتغلي وانت في الروتين اليومي العادي. بلاش تضغطي على نفسك وتقولي انا هخلص البيت كله في اسبوع او اسبوعين، ده ضغط نفسي شديد جدا ومش هتقدري تقومي تبدأي. بلاش بقى الخطط المثالية دي، اعملي خطة بسيطة مستمرة طول شهور الأجازة. عادي جدا، عادي جدا اثناء الشغل اليومي العادي تعملي ضرفه بسيطه، درج بسيط، تنظفي مثلا التلاجة النهارده لانك مثلا عندك غدا ومش مش هتاخدي وقت كبير في الغدا، فبالتالي عندك وقت تنظفي بقى التلاجة تنظيفه عميقه، وهكذا. يعني اختاري المهمه المناسبه في الوقت المناسب وبلاش تصعبي الموضوع على نفسك. العذر بقى رقم 6، اننا بنقول لنفسنا انا مش حابة البيت اساسا ومش حابة اشتغل فيه ولا انضف اي حاجة فيه، حاسة ان البيت دايما مش بتاعك، حاسة انه مش شبهك، بيضغط عليكي من كتر بقى، احيانا بيبقى من كتر الطاقة السلبية اللي في البيت نتيجة المشاكل، مثلا في مشاكل بينك وبين زوجك او بينك وبين اولادك. حاولي اول حاجة كده تظبطي العلاقة ما بينك وبين زوجك وما بينك وما بين اولادك، لان هي دي بداية حبك للبيت. عمرك ما هتحبي البيت وانت في مشاكل دايما ما بينك وما بين العيلة بتاعتك. حاولي تصلحي ما بينك وما بين العيلة علشان تحبي بيتك وتحبي حياتك. احيانا كمان بنبقى عندنا طاقة سلبية ناحية البيت لان البيت مش شبهنا، مش فيه الحاجات اللي احنا بنحبها. فكبداية كده نحاول نعمل اركان كده في البيت احنا حابينها، ركن للصلاة، ركن مثلا لممارسة هواية معينة انت بتحبيها، ركن للقراية، ركن تاني مثلا ان يبقى خاص بيكي انت تقعدي تشربي القهوة وتخططي وتكتبي هتعملي ايه. اركان كده خاصة بيكي انت حباها وحابة تفاصيلها وانت عاملاها بحب، فده يخليكي تحبي بيتك وتبدأي بقى بالأركان دي تنظفيها وتنظميها. فبالتالي هتحبي البيت كله وهتحبي تفاصيله وهتحبي تنظفي البيت من كل حاجة بقى، شغل عميق، شغل اليومي العادي، هتكوني حباه جدا. تعالوا بقى نتكلم عن الفكرة التانية في الفيديو، هي 3 خطوات عملية علشان نبدأ فورا في شغل العميق وكمان نحس بتحسن. اول حاجة انتي اكتشفتي العذر الحقيقي اللي انتي بتقوليه لنفسك من ال6 اعذار اللي احنا قلناهم دلوقتي. حاولي بقى تحلي السبب وراء العذر ده علشان تقدري تقومي وتبدأي. رقم 2، خدي خطوة بسيطة جدا، تنظيف درج، ضرفة صغيرة، ركن بس صغير علشان تاخدي اول خطوة البداية. رقم 3 بقى، لحظة تغيير النفسي جواكي، هتحسي بتحسن كبير جدا انك قمتي وبدأتي، هتحسي انك بدأتي تتحكمي في البيت وبدأتي تتحكمي كمان في دماغك. عقلك بقى اهدى بكتير قوي، الدوشة اللي جواه هدت شوية وحاسة انك ماسكة زمام الامور وقادرة تبدأي اول خطوة في الخطة بتاعتك. وفعلا حطيتي نفسك في اول الطريق اللي انتي بدأتيه وهتكمليه بإذن الله. احيانا بيكون اللي منعنا اننا نشتغل افكارنا، دماغنا والدوشه اللي موجوده فيها. لو قعدتي مع نفسك شويه كده وعرفتي السبب اللي انت بتقوليه لنفسك دايما علشان تهربي من انك تنظفي البيت او تبداي اي حاجه وتحلي المشكله دي وتبداي فعلا، ده اللي هيسهل عليكي كل حاجه وهيخليكي تحلي المشكله من جذورها، انك تعرفي السبب وتعرفي الاعذار اللي انت بتقوليها لنفسك دايما. قولولي بقى في التعليقات ايه الحاجة اللي انت بتقوليها لنفسك دايما كعذر كده انك تهربي من تنظيف البيت او من اي حاجة عايزة تبدأيها. ده الفيديو بتاعي النهاردة، ويا رب بجد الفيديو ينفعكم ويفيدكم، وصباح الفل، صباح التفاؤل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.